سمعت قبل كده عن لقب اينشتاين العرب؟ يمكن تفتكر ان اللقب ده مجرد مجاملة، بس الحقيقة ان ورا اللقب ده قصة عالم مصري كبير اسمه علي مصطفى مشرفة، قدر يغير مفاهيم الفيزياء ويوصل للعالمية. يا ترى مين هو مصطفى مشرفة وازاي وصل للمكانة دي؟ خليك معايا للاخر علشان تعرف اصل الحكاية. Let's go! اتولد علي مصطفى مشرف في دمياط يوم 11 يوليو سنة 1898 في بيت كبير وعيشة مرتاحة. أبوه كان واحد من أعيان دمياط وكان متأثر جدا بأفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. بدأ تعليمه في الكتاب زي أغلب أطفال مصر ساعتها، وحط دماغه في القرآن الكريم من بدري جدا، وبالفعل وهو عنده حوالي 10 سنين كان حافظ القرآن كله. الموضوع ده أثبت قد إيه ذاكرته قوية وتركيزه عالي بشكل مش عادي. وفي سنة 1907 أسعار القطن وقعت وأبوه خسر جزء كبير من فلوسه، وبعدها بثلاث سنين سنة 1910 الأب توفى فجأة وهو لسه شاب، وساب علي عنده 12 سنة بس. من ساعتها علي بقى راجل البيت، مسؤول عن أمه وإخواته الثلاثة. بعد موت الأب العيلة اتنقلت للقاهرة وسكنوا في شقة صغيرة في عابدين مع جدتهم. قبل ما يدخل الثانوية علي خلص الكتاب وحفظ القرآن، وكان واضح من بدره إنه مختلف عن باقي الأطفال، وتركيزه عالي وذاكرته قوية جدا. لما وصل مرحلة الثانوية دخل مدرسة العباسية الثانوية في اسكندرية في القسم الداخلي المجاني المخصص للمتفوقين. تخيل طفل جاي من دمياط بعيد عن أهله في جو جديد تماما، لكنه اتأقلم بسرعة وتفوق في كل المواد، وكان دايما اسمه ظاهر في لوحات الشرف. بعد فترة قصيرة اتنقل لمدرسة السعدية في القاهرة، واحدة من أكبر المدارس في مصر وقتها. سنة 1912 وهو عنده 14 سنة نجح في أول شهادة من الثانوية اللي كانت بتتعمل على مرحلتين وقتها، وبعد سنتين وهو عنده 16 سنة خد البكالوريا وكان ترتيبه الثاني على مصر كلها. الطبيعي إن أي طالب متفوق بالدرجة دي يروح على طول على طب أو هندسة، لأن ده كان الطريق المضمون للوظيفة والمكانة الاجتماعية. لكن علي اختار حاجة مختلفة تماما، دار المعلمين العليا. القرار ده استغربه الكل وقتها، لكن هو كان شايف مستقبله في العلم والرياضيات. دخل قسم الرياضيات والعلوم في دار المعلمين العليا، ومن اول يوم كان متفوق بشكل ملفت. اساتذته نفسهم كانوا بيشيدوا بقدراته، وكانوا كتير بيقولوا انه سابق سنه بسنين. خلص دراسته هناك وطلع الاول على دفعته كلها، وده اللي خلى وزاره المعارف تبعته في بعثه لبريطانيا سنه 1917. البعثات دي ما كانتش بتروح لاي حد، كانت بس للطلبه النابغين اللي شايفين فيهم مستقبل كبير لمصر. وبالفعل اتبعت هناك على جامعه نوتنجهام علشان ياخد البكالوريوس في الرياضيات، وبعدها راح كليه الملك بلندن عشان ياخد الدكتوراه. لما خلص بعثته من دار المعلمين العليا اتبعت انجلترا تاني سنه 1920، وكان وقتها عنده حوالي 22 سنه. راح على كليه كينجز جامعه لندن، ودي من اعرق الكليات هناك. مشرفه كان محظوظ انه يتعلم على ايد عالم كبير زي تشارلز توماس ويلسون اللي خد نوبل سنه 1927 عن اختراعه غرفه الضباب اللي بتستخدم في تتبع الجسيمات. ودي كانت فرصه عظيمه لمشرفه لانه اتعلم احدث طرق البحث والتجريب في الفيزياء وقتها. في سنه 1923 خلص الدكتوراه الاولى في الفلسفه في العلوم الطبيعيه. موضوع رسالته كان عن النظريه النسبيه والتاثيرات الكهرومغناطيسيه، ودي حاجه كانت لسه جديده جدا وقتها. واعمال اينشتاين نفسها كانت بتتشرح لسه في اوروبا. بعدها في 1924 اشتغل على ابحاث اعمق في الفيزياء النظريه وقدمها علشان ياخد دكتوراه في العلوم، ودي شهاده نادره جدا مش اي دكتور بياخدها. كان عمره وقتها حوالي 26 سنه، وبكده بقى اول مصري واول عربي ياخد الشهاده دي. وعدد اللي خدها في العالم كله كان قليل جدا. الانجاز ده رفع اسمه على طول وسط العلماء في اوروبا. لما رجع مصر سنه 1925 اشتغل الاول مدرس رياضيات في كليه المعلمين العليا، لكن بعد افتتاح جامعه القاهره اللي كان وقتها اسمها الجامعه المصريه اتنقل يدرس في كليه العلوم. المفاجاه الكبيره حصلت سنه 1926 وهو لسه تحت سن ال 30. اخذ لقب استاذ في الفيزياء التطبيقيه، مع ان القانون وقتها ما كانش بيسمح يدوا لقب استاذ قبل ما يتم 30 سنه، لكن تفوقه العلمي وابحاثه خلوا الجامعه تكسر القاعده. وبعدها ب 10 سنين سنه 1936 يترقى وبقى عميد كليه العلوم، وكان اول مصري يتولى المنصب ده بعد ما كانت الكليه متسابه للاجانب. المنصب ده خلاه مش بس عالم لكن كمان اداري بيدير اكبر كليه علوم في مصر. اول ما بدا ينشر ابحاثه وركز على موضوعات كانت في قمه الجدل العلمي وقتها، زي تاثير شتارك، ودي تاثيرات بتحصل على خطوط الطيف لما الذرات تتاثر بمجال كهربائي او مغناطيسي. الموضوع ده كان في صميم فهم البنيه الذريه. مشرفه دخل في العمق وحاول يطور المعادلات اللي بتشرح الظاهره. بعدها دخل على ميكانيكا الكم اللي كانت وقتها لسه بتتشكل في اواخر العشرينات وبدايه الثلاثينات، وكان العلماء لسه بيتخانقوا على تفسيرها وكل عالم ليه راي مختلف عن التاني. ومشرفه دخل في النص بابحاث بتربط بين الكم والنسبيه. البحث الاشهر ليه كان في سنه 1932 كان بعنوان تقيل جدا لكنه بيطرح سؤال عبقري: هل الماده والاشعاع ممكن يكونوا صورتين لحاجه واحده؟ السؤال ده هو اللي خلاه يتلقب باينشتاين العرب، لانه بيقرب جدا من فكره تكافؤ الماده والطاقه اللي صاغها اينشتاين. الفكره ان مشرفه كان بيدور على هل في اساس موحد للطبيعه كلها بدل ما العلم يبص للماده والطاقه ككيانين منفصلين. واللي خلى الموضوع اعمق ان كان في فعلا مراسلات بينه وبين اينشتاين نفسه، والمراسلات دي لسه محفوظه في ارشيف جامعه القاهره. واينشتاين كتب عنه بخط ايده وقال انه
واحد من القليلين اللي فاهمين نظريتي في النسبية على حقيقتها. على مدار مسيرته نشر حوالي 25 بحث علمي في مجلات تقيلة زي مجلة نيتشر، ودي مجلة مش أي كلام، دي أهم مجلة علمية في العالم. يعني اسمه كان بيتكتب جنب عمالقة زي بول ديراك ونيلز بور. من أهم أبحاثه سنة 1937 سرعات متغيرة للضوء. وقتها الفكرة دي كانت جريئة جدا، لأن نظرية أينشتاين مبنية على إن سرعة الضوء ثابتة. مشرفة طرح إن إيه اللي يحصل لو السرعة دي مش ثابتة تحت ظروف معينة. كان سابق عصره تماما. وفي سنة 1944 مبدأ عدم التحديد، هايزنبرج كان بيقول إن مستحيل تحدد مكان وسرعة جسيم في نفس اللحظة. مشرفة دخل يناقش الفكرة ويقترح تفسيرات بديلة، يعني كان مش بس بيتابع لكنه بينقد ويحط أفكار جديدة. كمان اشتغل على معادلات ماكسويل في الكهرومغناطيسية وحاول يربطها بنظرية الكم علشان يطلع صورة أوضح عن طبيعة الضوء والموجات. وكمان كتب كذا كتاب مبسط بالعربي علشان الطلبة والجمهور العادي يفهموا ده، وده لأنه كان عايز الناس كلها تشارك في الفهم. مشرفة ما كانش عايز العلم يفضل محبوس عند العلماء، كان عايز الناس كلها تفهم. كتب كتب مبسطة زي الميكانيكا العلمية والنظرية، النظرية النسبية الخاصة، الذرة والقنابل الذرية بعد الحرب العالمية الثانية، العلم والحياة. الكتب دي فتحت عيون الناس على العلم. أما من ناحية التعليم والجيل اللي خرجه، مشرفة كان أستاذ بمعنى الكلمة، مش مجرد بيدرس مادة والسلام، لكن كان بيزرع في الطلبة حب العلم نفسه. مثلا الدكتورة سميرة موسى اللي كانت متأثرة بيه جدا، وهو اللي وجهها وفتح ليها أبواب البحث في الفيزياء النووية. وكمان الدكتور عطية عاشور اللي بقى بعد كده واحد من أهم علماء الفيزياء في مصر والعالم العربي، وغيرهم كمان عشرات من الطلبة اللي بقى بعد كده أسماء لامعة في المجال العلمي. وده بيوضح قد إيه إن مشرفة كان مدرس أجيال، مش مجرد باحث بيكتب أوراق. أما عن حبه للموسيقى، الموضوع ده غريب شوية للناس اللي مش عارفاه. تخيل عالم فيزيائي غرقان في المعادلات المعقدة وبرغم كده كان عنده شغف كبير بالموسيقى. هو نفسه كان بيعزف على البيانو، وكان بيعتبر إن الموسيقى والرياضيات إخوات، الاتنين فيهم تناغم، نسب، إيقاعات، وكلهم في الآخر بيعتمدوا على العقل والخيال. وعلشان كده أسس سنة 1945 جمعية محبي الموسيقى في مصر، وكان بيدعو الفنانين والعازفين يشاركوا فيها، وكان بيحضر حفلات بنفسه. في ناس كانت بتقول إن الموسيقى كان بالنسبة له نوع من الاستراحة الذهنية من ضغط الأبحاث. وكمان مشرفة ما كانش غريب عن التراث العربي والإسلامي، بالعكس كان شايف إن النهضة الحديثة لازم تبقى مبنية على تاريخنا العلمي القديم. ومن هنا بدأ يحقق وينشر كتب العلماء المسلمين الكبار زي كتاب الخوارزمي الجبر والمقابلة، واللي بيمثل الأساس الحقيقي لعلم الجبر. وده كان نوع من رد الاعتبار لحضارتنا قدام العالم اللي كان فاكر إن العلم بدأ من أوروبا بس. كمان كتب مؤلفات علمية مبسطة لغير المتخصصين زي العلم والحياة، العلم والحرب، الذرة والقنابل، وكان بيكتبها بلغة مفهومة للناس العادية. الفكرة إنه كان مؤمن إن العلم مش لازم يفضل محصور بين العلماء، لكن لازم يوصل لعامة الشعب عشان يبقى في وعي. وده في وقته كان توجه جديد جدا. سنة 1943 الملك فاروق اداله لقب الباشا تقديرا لإنجازاته، لكن في الواقع مشرفة ما كانش من الناس اللي بتجري ورا الألقاب أو بتتفخر بيها. بالعكس هو كان عايش حياة بسيطة جدا، ساكن في بيت متواضع وبيمشي دايما على رجليه أو يركب الترام، وبيفتح بيته لطلابه. كان بيقضي وقت طويل معاهم سواء في الكلية أو حتى في بيته، يشجعهم، يناقشوا ويبحثوا من غير قيود. أما من ناحية الوطنية هو كان شايف إن العلم مش مجرد رفاهية لكن وسيلة للتحرر من الاحتلال الإنجليزي. وقتها مصر كانت لسه تحت النفوذ البريطاني، وكان في خوف إن مصر تفضل مجرد بلد مستهلك للعلم الغربي. مشرفة كان بيركز في كلامه ومقالاته على إن العلم قوة، وإن أي بلد عايز يبقى مستقل لازم يعتمد على البحث العلمي. كمان هو كان بيكتب مقالات في مجلات زي الهلال والثقافة يتكلم فيها عن دور العلم في المجتمع. ما كانش بيكتب بلغة معقدة للعلماء بس، لا ده كان بيحاول يبسط الفيزياء علشان الناس العادية تفهم. كان عايز يبني وعي عام عند المصريين إن العلم مش حاجة بعيدة عن حياتهم. أما علاقته بالسياسة فهو ما كانش ناشط سياسي مباشر، لكن مواقفه العلمية والوطنية خلت الإنجليز يراقبوه. هو كان واضح جدا في رفضه لاستخدام العلم في الدمار زي القنبلة الذرية اللي انفجرت في هيروشيما وناجازاكي. كتب وقتها وقال إن العالم دخل مرحلة جديدة خطيرة، ولازم مصر والعرب ما يتأخروش في سباق العلم علشان ما يبقوش تحت رحمة الدول الكبرى. وفاة مصطفى مشرفة كانت فعلا من أكتر اللحظات الصادمة للوسط العلمي في مصر والعالم العربي. الراجل كان لسه في عز عطاء، لسه عنده 51 سنة، صحته كويسة وما كانش عنده أمراض مزمنة معروفة. يوم 15 يناير سنة 1950 فجأة جاله تعب شديد وهو في بيته، وما عداش وقت طويل إلا وأعلن وفاته. السبب الرسمي اللي اتقال في الصحافة وقتها أزمة قلبية حادة، لكن الغريب إن في شهادات ناس قريبين منه قالوا إن مشرفة ما كانش عنده تاريخ مرض بالقلب، بالعكس كان إنسان رياضي بيمشي كتير وبيحافظ على أكله، وده فتح باب الشك. الشكوك دي اتغذت أكتر بفكرة إن مشرفة كان بيتكلم علنيا عن خطورة استخدام العلم النووي كسلاح، وكان بينادي إن مصر تدخل المجال النووي بشكل سلمي. بعض الباحثين بيقولوا إن نشاطه العلمي في الفيزياء النظرية
النظريه وخصوصا ابحاثه عن الذره وسرعه الضوء والعلاقه بين الماده والاشعاع خلاه تحت عين اجهزه المخابرات الاجنبيه. الاشاعه الاوسع انتشارا كانت ان الموساد الاسرائيلي كان له يد في موته، وده ليه؟ لان اسرائيل وقتها كانت لسه في بداياتها وكان عندها مشروع نووي سري بيتجهز من اواخر الاربعينات. وجود عالم زي مشرفه بعلاقاته الدوليه وبحجم تاثيره العلمي ومع فكره الوطني كان ممكن يبقى عقبه في طريقهم او يكشف اسرار كتير. لكن على الناحيه الثانيه اخوه الدكتور عطيه مشرفه خرج اكتر من مره ونفى الكلام ده وقال بوضوح ان اخوه مات موته طبيعيه ومفيش اي دليل انه اتسمم او اتقتل. ورغم كلامه الناس كتير لسه مش مقتنعه لحد النهارده، يمكن علشان موت مشرفه جه بسرعه وبشكل غير متوقع. بعد وفاته ظهرت اشاعات ان بعض ابحاثه اختفت او اتصدرت. في ناس قالت ان كانت عنده اوراق عن مشروع ذره مصري او افكار ممكن تتحول لبرنامج نووي، لكن اسرته اكدت ان اللي كان عنده منشور بالفعل في مجلات علميه. وبرغم كده الموضوع فضل غامض. بعد وفاه مصطفى مشرفه سنه 1950 مش بس مصر اللي حزنت عليه، ده حتى الاوساط العلميه في اوروبا وامريكا اتاثرت. الراجل كان عضو في جمعيات علميه دوليه كبيره وكان له ابحاث منشوره بالانجليزي والفرنسي، وبالتالي مكانته كانت معروفه. وبعد سنين من رحيله لان بريطانيا كانت عايزه تعزز التعاون العلمي بينها وبين مصر، طلعوا منحه علميه مشتركه اطلقوا عليها اسم نيوتن مشرفه. الاسم بيجمع بين اسحاق نيوتن رمز الفيزياء الكلاسيكيه في اوروبا وبين مصطفى مشرفه رمز الفيزياء النظريه في مصر والعالم العربي. الهدف من المنحه دي كان دعم الباحثين المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتسهيل تبادل الخبرات مع الجامعات البريطانيه. المنحه اتعملت فعلا كنوع من التكريم لاسم مشرفه علشان يفضل حاضر في ذاكره الاجيال، مش بس كعالم مصري لكن كرمز للتواصل العلمي بين الشرق والغرب. وده شيء نادر جدا ان عالم عربي يتعمل له برنامج علمي مشترك باسمه مع واحد زي نيوتن. اما حكايه اينشتاين العرب، اللقب ده جه مش من فراغ. اولا لان مشرفه كان من اوائل الناس اللي شرحت نظريه النسبيه الخاصه والعامه بالعرب وخلاها مفهومه للطلاب والعلماء العرب. تاني حاجه لان اينشتاين نفسه كان بيعرفه ويقدره وكان في خطابات متبادله بينهم. في الاخر سيره مصطفى مشرفه مش مجرد قصه عالم مصري نابغه، لكنها شهاده ان الاراده والعلم يقدروا يغيروا مصير اي انسان واي بلد كمان. ويمكن يكون رحل بدري لكن اثره لسه عايش في كتبه، في تلامذته، وفي كل طالب بيحلم ان العلم يبقى طريق. يمكن الزمن ما اداش مصطفى مشرفه عمر طويل، بس الدل اهم، اسم ما بيموتش وعلم لسه منور لحد النهارده وبيفكرنا ان قوه مصر مش بس في ارضها لكن كمان في عقول ولادها. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه واستناني في اصل الحكايه الجايه.